السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اصدقائي عاملين ايه؟ انا يزيد محمد فايز، طالب في تانية ثانوي. عزيزي طالب تانية ثانوي الحزين البائس، لا تقلق من الترم التاني. الناس اللي قلقانة بالترم التاني بإذن الله هيبقى الترم زي العسل وقصير مقارنة بالترم الأولاني، والمنهج نفس يعتبر نفس الترم الأولاني بالظبط، نفس الكم بتاع المنهج الأولاني بتاع الترم الأولاني، ولكن كله بيعدي. تمام. احنا فاضل ترم وهتدخل تالتة ثانوي، فاللي مضيع في حاجة يحاول يلحق نفسه في الترم التاني. بأمانة أنا بتكلم جد. تعالى بقى سيبك بقى بالترم التاني وتالتة ثانوي لما نوصل لها. تمام. بالنسبة للترم الأولاني، الترم الأولاني بصراحة احنا دفعة كده بيتجرب فينا، الدفعة بتاعتنا ديت بتجرب فينا العلوم المتكاملة. أول دفعة هتسلم التابلت بسم الله ما شاء الله، يعني بيتجرب فينا حاجات كتير. شالوا المناهج وحطوا المناهج تاني وعملوا حاجات كتير قوي بالنسبة لدفعتنا دي، ولكن احنا ضد الكسر. ماشي، فاحنا ضد ده كله وان شاء الله نعدي الكلام ده. تمام. بالنسبة للترم الأولاني كان عامل ازاي؟ الترم الأولاني كان حلو وكان وحش، يعني كان متوسط، وخير الأمور الوسط، يعني دي حاجة حلوة مش حاجة وحشة. تمام. بالنسبة للرياضة، لو انت داخل علوم وجايب درجة وحشة في الرياضة، بحب اطمنك مفيش مشكلة، عادي يا صاحبي، عادي مفيش مشكلة. لو انتوا نتيجتكم طلعت فعلا تمام وجايب درجة وحشة في الرياضة وانت داخل علوم، عادي، ولا يهمك ولا يهمك. مش انت عارف اساسيات الرياضة بس؟ شكرا، بس ده اللي يهمني، انت عارف اساسيات الرياضة بس، عسل. تمام. ده بالنسبة ليه اللي داخلين علوم يعني السنة الجاية ان شاء الله. طب اللي داخلين رياضة، المواد التانية زي يا باشا اللي مش عندك، لو انت جايب فيها درجة وحشة ولا يهمك، عادي. بالنسبة لي انا هدخل علوم ان شاء الله. الرياضة لو انا جبت فيها درجة وحشة مع السلامة ويعني تمام. انا بالنسبة لي ما كنتش بذاكرها الرياضة اصلا في الترم الاولاني يعني، بس ان شاء الله اجيب درجة حلوة يعني. ماشي، اجيب درجة حلوة. بس لو جبت، لا قدر الله لو حصل، لو جبت مفيش مشكلة. تمام. ده بالنسبة للرياضة. بالنسبة للفيزياء والكيمياء، والله يا جماعة احسن مادتين انا ذاكرتهم في حياتي. انا مش عايز اقول حاجة عشان ما تخضش بعد كده، ولكن فعلا في الترم الاولاني بالنسبة لمنهج الترم الاولاني كان مذاكرتهم حلوة، يعني مذاكرتهم حلوة، وانت بتذاكر كده بتحس انك انت بتذاكر مادة بتاعت ثانوي، مش علوم متكاملة. علوم متكاملة ايه؟ بلا متكاملة بلا بتاع، فاهمني؟ ف ولكن برضو مش معنى كده انها سهلة، لا، انا قصدي يعني مستوى ثانوي. ممكن في الفيزياء والكيمياء تفرق ما بين طالب وطالب، فاهمني؟ و... وميزة مذاكرتها انك انت تطبيق وحل وفيها تشغيل دماغ وكده، فديت ميزة برضو. وفيها نظر، فيها كل حاجة، يعني نظري وحل وكل حاجة، يعني انت بتشمل كل الجوانب. تمام. فدي تنفع لثانوي، المواد دي تنفع لثانوي، مش علوم متكاملة. علوم متكاملة ايه؟ تمام. سمك السلمون وبتاع، احنا صيادين. تمام. تاني حاجة بقى، ده بالنسبة للكيمياء والفيزياء، والحمد لله الامتحانات لو انت مذاكر. بالنسبة لي انا كنت باخد مع مستر محمد المعبود في الفيزياء وخالد صقر في الكيمياء، والاثنين اجمد من بعض في المواد بتاعتهم. بالنسبة لمستر محمد المعبود انا ما شفتش استاذ زيه في اي مادة، يعني استاذ عنده ضمير بطريقة بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يكرمه. تمام. بصراحة يعني اكتر استاذ فهمت منه استاذ مستر محمد المعبود. تمام. هو طبعا انت خدي مع الاستاذ اللي تفهم معاه، انا ما بحكيش ايه، ما تاخدهاش حسب العواطف، يعني انت ما تاخدش اوعى سيب العواطف دي، اركنها على جنب. يعني انت خد مع المدرس اللي انت بتفهم معاه، ولا يهمك اي مدرس تاني ان شاء الله. لو من امريكا مالكش دعوه، لو عنده 500 مليون متابع مالكش دعوه. انت ما فهمتش منه خلاص سيبه يا عم، ده مصلحتك. تمام. ده بالنسبه للكيمياء والفيزياء. سريعا الانجليزي بقى، الانجليزي دي ماده سهله ولذيذه ودمها خفيف قوي، بس هي عايزه حفظ كلمات كتير قوي. ده في قواعد، في حاجات في القواعد بتحل بالكلمات، بتحل بالمعنى، انت لو مش عارف المعنى مش هتحلها. فالكلمات اهم حاجه في الانجليش 70% من الاخر. تمام. بالنسبه للعربي بقى، العربي دي ماده ملهاش كتالوج. يعني ايه ملهاش كتالوج؟
يعني الحاجه اللي ممكن ليها كتالوج في العربي هي النحو، هي اللي بتتذاكر وهي اللي انت لو حليت عليها ممكن تخش تلاقي نفس الافكار في الامتحان. لكن انت في اللي في النصوص والقراءه انت بتقعد تحل وتبقى طالع عينك في الكتب الخارجيه. ده الناس اللي بتذاكر، انا ما بذاكرش. تمام. طالع عينها في الكتب، بيخش بيدخل في الاخر ما يلاقيش نفس الحاجات اللي هو حللها، بيلاقي حاجات، بيلاقي جايب لك قطعه قراءه من المريخ، نص متحرر من المشترى، يعني بسم الله ما شاء الله. فانت ما تتوقعش ان النصوص والقراءه تخش هتلاقي نفس الحاجه اللي انت حللها في الكتب الخارجيه، استحاله. الا بقى لو الاداره بتاعتك على الله يعني محترمه طيب. لكن احنا كانوا جايبين لنا قطعتين قراءه طول كده يعني تقعد ساعتين تقرا فيهم بس. والاسئله بتاعتهم كلها جدال، يعني الاسئله بتاعتهم كل الاسئله اللي جاتنا عليها جدالات. تطلع بره مفيش اتنين طلبه كده، اتنين طلبه متفقين في اجابه، مفيش مدرسين اتنين متفقين في اجابه رسميا. هو بقى حسب انت وحظك بقى. انت لو انت حل على نموذج الاجابه هتاخد درجه، تمام. التابلت هيعلم لك صح. بس ده بالنسبه لامتحانات الترم الاولاني. والترم الاولاني عامه والله كان ترم حلو ولذيذ. الله يكون في عوننا يعني في الترم الثاني. الترم الثاني اقل في الوقت، مش عايز مراكمه بالاخر. الترم الثاني هتتراكم درس واحد بس، هتاخد على دماغك بس كده، تمام. ده كان فيديو على السريع كده دردشه، ماشي. متنساش تكتب لي في الكومنت رايك في الترم الاولاني، وما تنساش اللايك والسبسكرايب وشير. حبيبي سلام.